يا صباح الكورة، وقبل أي حاجة كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب، وربنا يجعلها يا رب دايما أعياد وفرحة علينا كلنا. الاهلي طبعا امبارح قالك لا انا نكدت عليهم في انبي، مش هينفع انكد عليهم تاني. احنا كنا متعودين يا اهلي بتبقى انت العيد والعيديه وبتعيد علينا قبل وبعد. يلا الحمد لله. خلينا كده نقسم الفيديو ده لاكتر من جزء. اول حاجه نتكلم عن كولر والانتقادات اللي مواجهاه في الفتره الاخيره، بعض اللاعبين اللي تالقوا بشكل كبير، وهنا بخص بالذكر عمر كمال عبد الواحد. اخيرا يا جماعه بقى عندنا باك يمين. احساسكم كان ايه كده وعمر كمال عبد الواحد عمال يرفع عرضيات؟ لا وعرضيات متقنه، اللي هو ايه ده ايه ده. نفس ذات الاحساس بقى اتبخر لما كل العرضيات دي كهربا كان بيجليها، طاهر بيجليها. اول حاجه كده نتكلم سريعا على التشكيل. طبعا مصطفى شوبير لا غبار عليه، منعم وربيعه كانوا بيقدموا مباراه كويسه. انا صراحه ما شفتش اي خطوره لزد، اللهم تقريبا كوره واحده. كريم الدبيس لسه لاعب صغير، ما اقدرش ان انا احكم عليه، بس لازم تديله مباراه. بدل ما انت كنت ظالم عمر كمال عبد الواحد، لا اديله. اكيد محدش هيكون بنفس كفاءة علي معلول، ولكن انت لازم تديله في مباراة عشان يكون في استمرارية. انا هسيب عمر كمال عبد الواحد شوية وعايزة اتكلم عن خط النص. هو كان بيلعب بالفكرة، مش نفس الفكرة، 3 ما كانوش على خط واحد، لا هو من ساعة غياب امام عاشور بيلعب بمروان عطية وكوكا وقدامهم السولية عشان يستغل بكده التسديدة. فاكر اللي انت شفتها في المباراة اللي فاتت بتاعة السولية؟ هي نفسها كان بيحاول يطبقها المباراة دي ولكن ما نجحتش. تعال نشوف. كلاكيت اول مره، هنا كهربا. بص هنا اصلا كهربا الاتنين مفتوحين له، سواء السوليه او سواء كوكا، ولكن السوليه بيضيع. فهي نفس الفكره. بص هنا اتنين الوسط بتوعك موجودين فين؟ كلاكيت تاني مره تسديده من كهربا بتروح يسددها ضعيفه، السوليه برضو مش بيعرف انه يسددها. فدي فكره اهي بتتكرر معاك وتقدر تجيب بيها اهداف. في الناحيه التانيه هو فضل انه يلعب برضا سليم ناحيه اليمين وطاهر ناحيه الشمال، وده لان هو بيشوف ان طاهر بيتميز قوي ناحيه الشمال ورضا سليم اصلا كده كده مميز. بس لما بتنزل بشوف انك شويه ظلمت رضا سليم، انك لعبته ناحيه اليمين بتقلل من خطورته بشكل كبير، على حساب ان انت اديت كل الكريدت ده لطاهر. طاهر بقاله مباراتين بيقدم اداء كويس، انا مش مختلفه على ده، ولكن طاهر بيقعد يديني مجهود 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 مجهود. اللمسه الاخيره بقى يا طاهر، طب اللي قبل الاخير، وهو ده اللي بيضيع مجهوده الكبير جدا. انا ساعات طاهر عارف اللي هو المباراه اللي فاتت خد الاولاني والتاني لما باصه صح طلعت جول، لكن طاهر ما عندوش بقى الاستمراريه في الكوره دي، زيه زي مين بس، ولكن هو طبعا بالنسبه اقل، زي عبد القادر اللي نزل في التغيير. عبد القادر اللي هو انا لازم ارقص 3. الحقيقه ان هو فينشر عظيم، الجول الغريب اللي اتحسب تسلل ده ما علينا منه، ولكن دي الآفة اللي عند طاهر وعبد القادر لازم يتخلصوا بيها. وعبد القادر لو تخلص من الآفة دي هيكون من افضل الناس، لانه عنده الدريبلينج 1 ضد 1 هايله جدا، ولكن اتحفظت. انت طول الوقت تمكي عارف زي حسين الشحات لما كان بيعملها فاتحفظت، لازم تغيره شويه. واعتقد ان المباراه اللي جايه بتاعه الزمالك هيرجع لك بيرسي تاو، فهو ممكن يبدا ببيرسي تاو ورضا سليم، فكل واحد بيلعب في المكان اللي هو بيحبه. الحقيقه ان بالتشكيله دي كولر صنع العديد والعديد والعديد والعديد. تعرف تعد لحد كام من الفرص؟ وريتك منهم فرصتين، وعلى مدار ما انا بتكلم هتشوف الفرص اللي الاهلي كان عمال يضيعها. وهنا انا ما اقدرش الوم كولر، طب كان هيعمل ايه؟ هينزل هو يجيب جون؟ انا لومته كتير قوي الماتش اللي فات، سواء في التغييرات في بدايه التشكيل، لكن المباراه دي والله ما اقدر افتح بقي. والناس اللي بتهاجم على كولر ما نبص على ارقامه. عنده اخطاء، ده طبيعي، مفيش مدرب ما عندوش اخطاء. كلكم امبارح مغلوب 3 من اتلانتا، يعني عارف الدوري الاوروبي، عارف اللي هو بيقول لك على ارضه وسط جماهيره، وعادي الجمهور كان بيحييه. ما بنقولش معنى كده ان احنا كولر يغلط ونقول له شكرا شكرا، لا، بس يعني نهدى عليه، نبص على الايجابيات اللي عملها. انا بالنسبه لي بقى مكسب المباراه هو في عمر كمال عبد الواحد. عارف باك يمين افتقدوا الاهلي من سنين، ورقه وقلم بقى وعد معايا مميزات عمر كمال عبد الواحد. اولا مراوغات كان عاملها بشكل مميز جدا، هو عنده 6 مراوغات ناجحه من 8 مراوغات. ثانيا الالتحامات الثنائيه، هو فاز في معظم الالتحامات الثنائيه. تغطيه دفاعيه كانت جيده، ولو ان فعلا زيد ما كانش عنده خطوره كبيره، بس الكره الوحيده اللي كان فيها ملمح الخطوره هو عمر كمال عبد الواحد طلعها. كل ده تمام والمفروض يكون موجود في الباك اليمين، ولكن بقى يا جماعه العرضيات، ياه انتوا مش فاهمين دي بالنسبه لنا مأساة ازاي. لان احنا يعني مع احترامي والله العظيم لهاني مش بشكك فيه ولا اي حاجه، بس بيرفعها من نص الملعب وبتبقى عرضيات بتجيب يعني ايه اسمة وسط للمهاجم. لكن عمر كمال عبد الواحد كانت فيه عرضيات مش متقنه، بس ده ايه ده
ده احنا ما كناش عايشين. وفكرني قوي وهو كان عامل الخطوره كلها بعلي معلول، اللي هو لما بيبقى هو في الجبهه بتاعته اللي هو انا الملك لوحدي. فعلا مصدر خطوره كبير جدا كله كان من عند عمر كمال عبد الواحد. ومن الظلم ان كولر ما يدلوش مباريات تانية اللي انت اصلا جبته في الانتقالات عشان عارف انك هتستفاد بيه، خصوصا ان هو مش هيقدر يلعب معاك في افريقيا، فاستفاد بيه بقى في الدوري في المباريات اللي عمالين نخسر فيها نقط دي. هتقولي انت عمال تقولي لي مراوغات وعرضيات والاهلي طلع كسبان اصلا بجون بالعافيه. هقول لك ده حضرتك ملوش علاقه ولا بكولر ولا بعمر كمال عبد الواحد، ده ليه علاقه بكيفيه انهاء الفرص. في للامانه فرص كانت باد لك زي الكوره اللي اتعملت لمحمد عبد المنعم يعني مكانها الجون، الكوره اللي طلع خد فيها الجامب وسام ابو علي برضو دي مكانها الجون، العرضيتين اللي اتلعبوا اللي طاهر بيعملها بالهيد معرفش كان بيعملها لمين، الكور اللي كانت بتجلي من على راس كهربا. وهنا مادام بنتكلم بقى عن ضياع الفرص تعالوا شويه نتكلم عن كهربا اللي سجل في المباراه اللي فاتت هدفين، المره دي مضيع زيهم بالظبط. وهي دي مشكله كهربا ان هو في وقت من الاوقات تجيله كورتين يسجلها وفي اوقات تانية بيضيع 3 أو 4 كور، وده بيرجع للكور اللي بتيجي لكهربا. هل كهربا هيدر زيه اسامه ابو علي وموديس؟ الاجابه هي لا. ما هتقولي ما لسه جايب جون براسه ولعبها كما قال الكتاب، هقول لك ايوه بس الكفاءه بتاعه العرضيات الكتير انت هنا بقى كان المفروض تستخدم اسامه ابو علي. عذرا كولر لان وسام ابو علي المباراه اللي فاتت كان باين ان هو لسه بدنيا ما رجعش من الاصابه فما كانش يقدر يبدا فيه. ولكن هنا بقى انا بسالكم تفتكروا مين هو المهاجم الافضل اللي يقدر يبدا مباراه الزمالك؟ انا بالنسبه لي لو وسام ابو علي جاهز وقادر بدنيا يبدا المباراه كله الا ما اشوفش مودست في حياتي. ايوه انا بتكلم عليه بالرغم من انه عامل لي تحجيزتين بجونين ورا بعض، ولكن يا جماعه مش ده اللي انا بستناه من المهاجم الاجنبي. انا مش جايباه عشان يحجز ويعمل لي اسيست، انا جايباه هو بقى يجيب اجوان. كور من العرضيات الحلوه دي اللي عاملها عمر كمال عبد الواحد وراح مديها لمودست، ومودست تقريبا كان بيمرن علي لطفي. كمان تغييرات كولر كانت مبكره، فكره ان ينزل وسام ابو علي احمد عبد القادر بعد كده مودست وقفشه، يمكن مروان عطيه خرج للاصابه وان شاء الله تكون اصابه بسيطه لان انا مش حمل تاني اصابات يا مروان والله خلاص مفيش، المستشفى كامل العدد يعني هنلعب بمين؟ الحقيقه ان كولر لازم يشتغل على الفرص الضائعه الكتيره والمبالغ فيها اللي بتخسرك نقط. انت مباراه انبي بعد ما سجلت الهدف الاول والتاني فضلت ان انت تضيع فرحت مستقبل هدف، طبعا بغض النظر عن عدم التركيز اللي بيجي الاهلي في اللحظات الاخيره، لدرجه ان انا كنت قاعده في مباراه زد عماله اقول لا هي مش هتنتهي كده، دلوقتي هتلاقي زد بيسجل هدف التعادل وهنقعد عارف دعونا نلطم في صمت. هديك مثال واحد لكوره هي بتتكرر كتير جدا بتوريك قرارات اللاعب. الكوره دي كانت في الدقيقه 90 بعد احنا الحمد لله ما سجلنا الهدف وزد بيحاول ان هو يتعادل فجاه انتوا عارفين. الكوره دي ضغط قفشه وعبد القادر وخدوها، بص هنا قفشه وعبد القادر الاثنين رايحين بغض النظر عن مودست بيرفع ايده وهو اصلا واقف تسلل بجمله الاخطاء بقى. عبد القادر هنا ريحها بكعبه واداها لقفشه، قفشه قرر انه يدخل نفسه في الزحمه مع انه كان عنده حل انه يدي لعبد القادر، خلاص ضاعت خالص ادي للي ورا لان طبعا مودست كان مخرج نفسه بره الجيم وهو ده اللي بقول لكم عليه، هو تسلل من الاول فانا هعمل ايه حضرتك؟ وطبعا قعدنا نحنكش فالكوره ضاعت. فده كده مثال عن النقطة اللي بيبقى فيها كولر طوال المباراة. في النهاية الأهلي لازم يعالج الفرص الضائعة والمشاكل اللي عنده قبل مباراة الزمالك، لأن الزمالك راجع من انتصار على الاتحاد وعيد على جمهور، والزمالك بقى خطر جدا عنده أكتر من لاعب بيشكل خطورة، فلو الأهلي حابب إنه يكسب المباراة الجاية لازم يعالج المشاكل اللي عنده. أخيرا كده عشان نبقى بنختم الفيديو بحاجة حلوة، هو وسام ابو علي المهاجم الذي طال انتظاره. عارف انت لما بتقعد تدور على الكنز المفقود، هو ده الكنز المفقود. الجامب اللي خده في الهدف سيبكم من تحجيزه مودست هي كويسه، وبعدين الاستلامه وتراك فتسديداته هايله، الجامب اللي بياخده في العرضيات، القدرات البدنيه اللي عنده. حتى هو لو تسمعوا كولر قال له انزل واضغط، انت كمهاجم بس طبعا جده مودست ما بينزلش فانت اللي هتنزل وتضغط. القدره البدنيه اللي بيعملها يوقف الدفاع وممكن هي كمان تتقطع وياخدها، السرعات اللي عنده. فوسام ابو علي يعني ربنا يبعد يا رب عنه الاصابات، والله شكلنا غرقنا يا عم وسام وتبقى انت المهاجم الاول بس ربنا يحفظك.